يا جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نزفوها إليكم في هذا البرنامج، في هذه المسابقة الرمضانية الكبرى شباب الصحابة. هذا البرنامج الذي يأتيكم من استديوهات قناة سلام، وأرحب بزميلي أخي أنس. حياك الله أخي أنس. أهلا بك عبد الرحمن، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج شباب الصحابة. حياك الله أخي أنس. مبدئيا ودنا نوضح سياسة وطريقة المسابقة. بإذن الله سوف يكون معنا خلال 4 أيام من الأسبوع صحابي نتكلم عنه في كل يوم، وما عليكم سوى معرفة هذا الصحابي والإجابة عنه، إما عن طريق الاتصال عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة، أو عن طريق الإجابة على صفحتنا في فيسبوك عبر البث المباشر هناك، أو عن طريق البث المباشر عبر اليوتيوب. نستمع إلى طريقة تقسيم الجوائز مع أخي أنس. الجوائز تنقسم إلى مسارين: مسار عبر الهاتف عبر الاتصالات المباشرة عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، المسار الآخر عبر التعليقات والكومنتات في صفحتنا في الفيسبوك، والبث المباشر على قناتنا في اليوتيوب. قيمة الجائزة في الاتصال $400، وقيمة الجائزة في التعليقات $350، وسيكون بإذن الله السحب على الجوائز غدا بإذن الله يوم الجمعة في تمام الساعة 5:30. نعم، يعني اليوم آخر يوم، غدا إن شاء الله راح يكون نعم السحب على الجوائز. نشيد بجميع المتابعين الاجتهاد والاتصال ومعرفة الصحابي، لعل وعسى الذي سوف يجاب اليوم يكون هو الفائز معنا غدا بإذن الله. طيب، بعد أن استكملنا طريقة شرح المسابقة يا أنس، دعنا ندخل إلى موضوعنا، وإن شاء الله موضوعنا اليوم راح يكون شيق بإذن الله. دعنا نبدأ بقول الله تعالى في سورة النساء. يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن هذه الآية نستخلص يا أخي أنس أن موضوعنا لهذه الحلقة هو عن الصلاة. نعم، الصلاة أخي عبد الرحمن هي عماد الدين وفريضة رب العالمين ومعراج المؤمنين. الصلاة عماد الدين وفريضة رب العالمين ومعراج المسلم والمؤمن في هذه الدنيا، ويزداد بها المسلم سكينة، وخير من نتمثل بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأجلاء طبعا. فالصلاة أخي عبد الرحمن هي عماد هذا الدين. نعم، ولا شك أن لا شك في أهمية الصلاة. يعني الجميع يعرف أنها هي عماد الدين وهي الأصل، ويعني يوم القيامة ينظر في صلاتك، فإذا صلحت ينظر في باقي أعمالك، وإن لم تصلح يعني لا ينظر في باقي أعمالك. هي عماد الدين، يعني هي العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت سائر عمله. فهي المقياس الذي يقاس به العبد يوم القيامة. وأيضا دخولا من موضوعنا، صحابينا لهذه الحلقة يعني كان خير مثال لمن كان يؤدي ويقيم الصلاة بأركانها وواجباتها كما أمر الله بها عز وجل. فهي بالنسبة له كانت يعني نمط حياة، كان يعيش مع الصلاة. تجده يومه كله يفكر بالصلاة، وليله كله قيام الليل. فسبحان الله جعل الصلاة هي الأولويات، واشتهر بذلك بأنه كان قواما للصلاة. نعم. أيضا استكمالا لحديثك أخي عبد الرحمن، روي عن الصحابي أنه من شدة حبه للصلاة والعبادة أنه قسم الدهر إلى 3 أقسام. قسم الدهر ل3 ليالي، قسم الدهر ل3 ليالي: ليلة قائم حتى الصباح، وليلة راكع حتى الصباح، وليلة ساجد حتى الصباح. يا أخي عبد الرحمن تحس أنها سبحان الله، يعني والله همم وقيم الواحد، يعني صراحة ما تدري إيش يقول. سبحان الله، يقسم الدهر إلى 3 ليالي: ثلث ليلة قائم في الصباح، وليلة راكع حتى الصباح، وليلة ساجد حتى الصباح. الله. يعني سبحان الله همة، ويعني سبحان الله الصلاة هذه والله العظيم. أيضا كان من طول أدائه وحسنه للصلاة، كان إذا دخل ينسى كل شيء حوله. يعني كان إذا دخل الصلاة
لا ينسى يعني لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى، وحتى لا يعني ذهنه يكون مرتبط بالصلاة لدرجة ومن طول صلاته وركوعه وسجوده كانت العصافير تأتي على ظهره، يعني تحسبه أنه سطح عادي يعني. نعم. فتأتي سبحان الله يعني تنظر أنه هذا السطح ما تحرك منذ 3 ساعات 4 ساعات، فتأتي تحسب أنه وما علموا أن هذا الصحابي أو أن هذا السطح إنما هو جسد هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه من طول ركوعه وسجوده، تحسبه جدار أو ثوب مطروح يعني سبحان الله. هذه يعني لفتة في طول صلاته وحسنها. أيضا عبد الرحمن، إذا رجعنا إلى بداية الصحابي لهذه الحلقة نجد أنه أول مواليد المسلمين في المدينة المنورة. إذا رجعنا للصحابي بدايته نجد أنه أول المسلمين في المدينة المنورة. أيضا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحنيكه بالتمر عند ولادته. نعم. فكان أول شيء ينزل في جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يوم كان في عند ولادته قام الرسول صلى الله عليه وسلم بتحنيكه بالتمر. نعم. فسبحان الله منذ الصغر كان أول شيء ينزل في جوفه هو ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. نعم. وأيضا يذكر في قصصه أن له كان قصة مع عمر الخطاب، وتأمل في هذه القصة يعني كيف كنا قد تحدثنا في الحلقات السابقة عن الشجاعة، وأن المؤمن إذا امتلأ قلبه بالله لا يهاب أحدا. كان عمر بن الخطاب من أشد الناس هيبة بين الصحابة أو بين الناس سواء في الجاهلية أو في الإسلام، يعني كان مهيبا جدا. يعني يذكر أنه كان طويل وعريض، وإذا ركب في الخيل يعني تزحف قدماه من طوله. يعني تخيلت هذا المشهد، وتخيل معنا الصحابي كان صبيا صغيرا. طبعا نكمل هذه القصة، لكن بعد هذا الاتصال البسيط نقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. من معي ومن تكلمنا؟ من الرياض. أفنان بيان. أفنان بيان، حياك الله أختنا أفنان. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن زبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. شاكر لك أختي أفنان، ونتمنى لك حظا طيبا. طيب لعلنا نعود في حلقتنا في قصة صحابينا مع عمر بن الخطاب. مر عمر بن الخطاب على مجموعة من الصبيان وكان بينهم هذا الصحابي، فهرب الصحابة أو هرب أطفال هؤلاء بطبيعة حالهم وخوفهم. أطفال يخافون من أي كبير، فما بالك إذا كان هذا الكبير هو عمر بن الخطاب بهيبته وخوفه ومخافة الناس له. فلم يهرب، جلس مكانه، فتعجب منه عمر بن الخطاب، قالوا لماذا لم تهرب مع الصبيان؟ فذكر هذا الصحابي أنه لم يكن أنا لم أفعل شيئا خاطئا حتى أهرب منك، ولم يكن الطريق ضيقا فأني أوسع لك، يعني الطريق واسع وأنا ما سويت شيء، ليش أهرب منك؟ فتعجب، يعني تتعجب من شجاعة هذا الصبي، وهو في عمر يعني لم يتجاوز 10 أو 15 سنة يعني. نعم. هذه من القصص في شجاعته رضي الله عنه. ناخذ اتصالك عبد الرحمن، نعود إليك إن شاء الله. نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله أخي الفاضل. من معي؟ حياك الله. الله يحييك. معك أحمد عبد الكريم من الأردن. الأخ أحمد عبد الكريم من الأردن، حياك الله أخي أحمد. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ الله يحييك يا رب ويسعدك. نعم إن شاء الله، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله غدا أخي أحمد. نعود أخي عبد الرحمن إلى موضوع حديثنا، لكن يبدو أن في اتصال. نعم، لعلنا نستقبل هذا الاتصال. نقول السلام عليكم. الو، اهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. اخي من وين تكلمنا ومن معي؟ خالد القطب من اسطنبول. خالد القطب من اسطنبول، من ضيوفنا الدائمين في حلقاتنا. حياك الله اخي خالد. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقه؟ الله يحييك. نعم، عبد الله بن الزبير. عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه. شاكر لك اخي خالد، ونتمنى لك حظا طيبا. السلام عليكم. نستقبل اتصال آخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك. من معي؟ ياسر محمد عبد من الرياض.
ياسر محمد عبده من الرياض، أهلا ومرحبا بك يا ياسر. كيف حالك يا ياسر؟ الحمد لله. عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. نتمنى لك حظا طيبا يا ياسر بكرة إن شاء الله. والى اتصال اخر ومتسابق جديد ما شاء الله. لعل الاتصالات اليوم بدات مبكرا. نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا اخوي، من وين تكلمنا ومن معي؟ أريد محمد عبد الله من اسطنبول. اريد محمد عبد الله من اسطنبول، حياك الله اختي اريد. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقه؟ نعم. اذكري لنا بارك الله فيك. عبد الله بن الزبير. عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، شاكر لك اختي اريد. لا اتصال آخر وضيف آخر، نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أختي الفاضلة، من معي؟ آلاء الإمام. آلاء الإمام. أيوة آلاء الإمام من السودان. حياك الله أختي آلاء، هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ أيوة الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير. نتمنى لك حظا طيبا أختي آلاء يوم الجمعة إن شاء الله غدا. والى اتصال اخر وضيف اخر نقول السلام عليكم. اهلا وسهلا. الو اخوي تسمعني؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا، من معي؟ سعيد محمد من الصومال. سعيد محمد من الصومال، حياك الله أخي سعيد. أخي سعيد، تعرفت على الصحابي هذه الحلقة؟ نعم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، شاكر لك أخي سعيد ونتمنى لك حظا طيبا. إلى اتصال آخر وضيف آخر، نقول السلام عليكم. ألو السلام عليكم. أخي هل تسمعني؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا بك، من معي؟ معك آية الصادق من السودان. آية الصادق من السودان، يا مرحبا بأختي آية. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير. نتمنى لك حظا طيبا أختي آية بإذن الله. ونستقبل اتصال جديد ونقول السلام عليكم. أسمعك. السلام عليكم أولا. أخوي تسمعني؟ ألو. تسمعني؟ نعم. اسمك الكريم وين تكلمنا؟ ريان محمد عبد الله من اسطنبول. ريان محمد عبد الله من اسطنبول، حياك الله اخي ريان. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، شاكر لك اخي ريان. مستمعينا الكرام، ما زلنا واياكم في حديثنا الشيق حول هذا الموضوع الكبير الا وهو الصلاة وحول صحابينا الكريم، ولكن فاصل قصير ثم نعود اليكم لنستكمل حديثنا، فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى.
وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا قيم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير. أخي عبد الرحمن، دعنا نستكمل حديثنا عن الموضوع المهم. نعم. والموضوع الشيق، والموضوع الذي الإنسان إذا تهاون به لا يستطيع أن يكمل حياته بشكل جيد، ألا وهو الصلاة. نعم. وذكرنا أيضا أنه في قبل الفاصل أنه هذا الصحابي كان من أشد الناس حرصا على الصلاة، وكان أيضا إذا سجد أو ركع تحسب الطير أنه هذا سطح أو جدار فتأتي عليه، وما تعلم أن هذا هو الصحابي من طول صلاته وقيامه. لعلنا نستقبل الاتصال الأولي بعد الفاصل. نقول السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، من معي؟ معك عبد الرحمن فتح العليم من السودان. عبد الرحمن فتح العليم من السودان، حياك الله أخي عبد الرحمن. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم، الصحابي عبد الله بن الزبير. الصحابي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. شاكر لك أخي عبد الرحمن، ونتمنى لك حظا طيبا. اتصال آخر وضيف آخر، نقول السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. أخي هل تسمعني؟ طيب، نرجع أخي عبد الرحمن إلى موضوع حديثنا. وذكرت أن الصحابي كانت لديه قصة مع سيدنا عمر بن الخطاب. نعم. أنه كان يلعب مع الصبيان. مر سيدنا عمر رضي الله عنه فهرب جميع الصبيان إلا صاحبنا، توقف ولم يهرب، فتعجب منه سيدنا عمر رضي الله عنه وسأله لماذا لم تهرب؟ فقال له لم أجرم فأخافك، ولم يكن الطريق ضيقا فأوسع لك. نعم. سبحان الله، تجد سبحان الله أثر الصلاة على الشخص. سبحان الله. نعم. دعنا أخي عبد الرحمن ناخذ اتصال ونعود إن شاء الله الحديث. نقول السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، من معي؟ معك محمد رجا من الأردن. محمد رجا، يا مرحبا بالأخ محمد رجا. من وين تكلمنا يا أخي محمد؟ من الأردن. يا مرحبا بأهل الأردن. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ ما شاء الله. الصحابي هو عبد الله بن الزبير رضي الله. الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. حياك الله يا أخويا. نتمنى لك حظا طيبا. تفضل. إلى اتصال آخر وضيف آخر. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، من معي؟ حياك الله يا أخويا. الله يحييك، الله يحييك ويبارك فيك.
الاسم الكريم. حياك الله يا أخوي. الله يحييك الله يحييك. الاسم الكريم. اسمك الكريم؟ نعم. سعيد ياسين. سعيد ياسين، حياك الله عم سعيد، يا مرحبا. من وين تكلمنا عم سعيد؟ حبيبي هلا وسهلا. من وين تكلمنا؟ هلا وسهلا. ايش السؤال؟ اسألني بسرعة لو سمحت. الله يجزاك خير عم سعيد. اليوم احنا تكلمنا عن صحابي، هل تعرفت على هذا الصحابي؟ نعم. عبد الله بن زبير. عبد الله بن زبير. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. شاكر لك اخي او عمي عم سعيد، حياك الله، وكان اتصال طيبا معك. ناخذ اتصال اخر، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا وسهلا، حياك الله اخي. اسمك بالكامل ومن اين تكلمنا؟ خضر طارق من السودان. الاسم مرة أخرى؟ خضر طارق من السودان. خضر؟ نعم. الخضر طارق من السودان. يا مرحبا، حياك الله أخي الخضر. هل تبين لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، نتمنى لك حظا طيبا إن شاء الله. والى اتصال اخر وضيف جديد، نقول اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحييك اخوي، تسمعني؟ عبد الله بن زبير. اول شيء عطنا اسمك، من وين تكلمنا؟ عبد الرحمن عبد القادر. عبد الرحمن عبد القادر من تركيا، حياك الله يا اخي عبد الرحمن. الصحابي الجليل عبد الله بن زبير رضي الله عنه. الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، شاكر لك يا اخي عبد الرحمن. اتصال اخر وضيف اخر، نقول السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. يا مرحبا، حياك الله. من معي؟ هاشم عارف هاشم. هاشم عارف هاشم، يا مرحبا بالاخ هاشم. هل تسنى لك معرفة الصحابي لهذه الحلقة؟ نعم. تفضل. عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير، من وين تكلمنا اخي هاشم؟ ابدا نفصل الاتصال. لا نستقبل اتصال اخر ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم علي جمال من اسطنبول. حياك الله اخي علي جمال من اسطنبول. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، شاكر لك اخي علي، ونتمنى لك حظا طيبا. اتصال اخير، نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا، حياك الله. من معي؟ سعيد عبد القادر. من؟ سعيد عبد القادر. الأخ سعيد عبد القادر، يا مرحبا، حياك الله. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ سلام. هل عرفت الصحابي لهذه الحلقة؟ طيب ناخذ اتصال ثاني. فتح لا نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم أخي الفاضل، من معي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي، من معي، من تكلمنا؟ حياكم الله، معك فتح العليم من السودان. حياك الأستاذ فتح العليم من السودان، حياك الله أخي فتح العليم. هل تعرفت على الصحابي لهذه الحلقة؟ الله يحييك. الله يسلمك. الصحابي الجليل هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم. ما شاء الله تبارك الله. الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، ما شاء الله. هذه أكمل إجابة وصلتنا إلى هذا اليوم. نتمنى أن تكون إجابتك صحيحة وتدخل معنا في السحب غدا بإذن الله. الإخوة والأخوات، وصلنا معكم إلى محطة الختام. نلتقي بكم غدا إن شاء الله في تمام الساعة 5:30 بتوقيت أسمرة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العنان، بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا
الظلام يعم مخيم اللاجئين، فكيف ستنار عتمتهم؟ وهنا كانت بداية كافي الآيد منذ 8 سنوات على أيدي مؤسسيها، حيث أن مؤسسة كافي الخيرية هي مؤسسة بريطانية تعمل لدى المملكة المتحدة وعلى مستوى دولي، لها حضور أساسي في شرق السودان لدعم اللاجئين الإريتريين في جميع أنحاء العالم. تقدم الكثير من الخدمات لدعم اللاجئين الإريتريين لجعلهم محترفين في المستقبل من خلال تقديم دورات تدريبية ومهنية